ساعات بتلاقي كده في ناس معاك في الشغل أو في محيطك العائلي أو في محيط المعارف أو عموما. الناس دي بتلاقيها كراهاك وانت ما بتكونش عارف ايه السبب، وبسبب الكره ده هما بيحاولوا يشوهوا صورتك عند الآخرين بكل قوة وكل جهد. بيحاولوا يشوهوا صورتك. ليه؟ لان هو عاجز ان هو يكون شبهك او عاجز ان هو يكون زيك، لان انت وجودك دايما بيحسسه بالنقص اللي هو فيه، لان وجودك عامل له مشكلة ومش عارف مش عارف يعمل ايه. شايف الناس بتحبك، شايفك ناجح في شغلك، شايفك عامل كل اللي عليك بما يرضي الله وكله تمام، بس هو مش مبسوط لكده. هو انت ازاي كده وانا لأ؟ انت وجودك نفسه في المكان معاه هو محسسه ان هو لا قيمة له، يعني صغير جدا. فاللي بيعرف يعمله ان هو يشوه صورتك، يكرهك ويكره فيك اللي حواليك، لان انت بتبقى انت شخصيتك انت بس لنفسك. بتبقى شخصيتك وعلمك وطاقتك، وان انت لافت الانظار، وان انت دايما متميز، وان انت دايما مختلف، ان انت دايما مبتسم في وش الناس، ان انت دايما بتخدم الناس، ان انت دايما علاقتك حلوة بالناس، دايما في حالك، دايما مالكش دعوة ب... بمشاكل بتتدخل في حاجة مالكش فيها. مش شغال عصفورة تروح تغبس على غيرك، مش شغال مطبلاتي، مش مشغل مسقفاتي على اي حاجة، مش منافق. فانت دايما نضيف من جوه ومن بره. فالبريق اللي طالع منك ده مضايقه، فهو مش طايقك، هو كرهك وبيتمنى ان انت يعني تزول من وشه بأي طريقة.